هات الشاكوش وهات السكينه. صباح الفل، صباح الجمال، صباح الروقان. النهارده هنعمل سناكس كده سهله وسريعه واي حد يقدر يعملها. بما اننا في موسم الرمان فهنعمل سناكس بالرمان. يلا بينا. اول حاجه نقشر الرمان، ودي اسهل طريقه ان احنا نفرفط بيها الرمان. حلوه نفرفط دي، مهم. دي اسهل طريقه نفرفط بيها الرمان من غير ما نبهدل الدنيا، وممكن نعمل كميه كبيره، ولو عندنا اطفال نخليهم يشاركوا معانا. يلا بينا. هنيجي من نص الرمان ونبدا نقطع بالحلاوه دي، ونعمل الكميه كلها بنفس الطريقه. وهنجيب صينيه وبالشاكوش هنبدا نخبط على ظهر الرمان. مفيش اسهل من كده. ولو في اي حاجه وقعت نبدا نشيلها اول باول كده، عشان الحاجات دي بتمرر معانا، نشيلها على جنب على طول. وطبعا الكميه اللي احنا مقطعينها دي كتيره، بس أنا لما اجي اعمل رمان لازم اعمل كميه كتيره عشان اريح دماغي. انا بحب اكل رمان بره لوحده اصلا. نكمل خبط. انا خلصت الكميه، بس لقيت عندي 2 كيلو كمان في الثلاجه، فانا اقطعهم واعملهم بالمره. اهم من الشغل ظبط الشغل. دلع نفسك ما يهمكش. طبعا الكميه كبيره قوي. هنجيب اكياس ثلاجه ونحط فيها رمان. وقت ما نعوز رمان فريش او عصاير فريش، جالنا ضيوف فجاه، جالنا اي حاجه، نبدا نعمل لهم عصاير فريش. وطبعا مش هنلاقي افيد من الرمان. من الاخر، ده براحتك وده براحتك. المطبخ بتاعنا، الاكله بتاعتنا، ومحدش له حاجه عندنا. الحاجه اللي تحبها هي اللي تعملها. في طبق نحط علبتين زبادي يوناني، ونحط العلبه الثانيه، ونحط على الزبادي رمان، وميكس رايق من اللي قلبك يحبه. قولوا لي حدوته ولا مش حدوته؟ على طبق هنحط ورق زبده او كيس ثلاجه، اللي موجود عندك اشتغل بيه. انا ورق الزبده اللي عندي خلص فهشتغل بكيس الثلاجه. ونبدا نحط الزبادي اليوناني، ندوس عليها كده عشان تطلع معانا زي ما هي بالظبط. واحده واحده وعلى الهادي يا زبادي. حدوته مدلعكم. ونطلع بيها على الفريزر حوالي ساعتين لحد ما تجمد. يعني لو عندك مشوار او تمرين او اي حاجه تقدر تعملها وترجع لها تاني. وحله فيها ميه سخنه على النار، نحط بوله ونكسر فيها الشوكولاته عشان نسيحها. بالظبط دقيقتين 3 هتلاقي الشوكولاته ساحت معاكم، والشوكولاته بتاعتنا ساحت وجاهزه، والزبادي بتاعنا مسك نفسه وبقى حدوته بعد ساعتين بالظبط. هنبدا بقى نحطها في الشوكولاته ونرجعها تاني، وبفرشه كده نبدا نغرقها بالشوكولاته، ونرجعها في الطبق تاني، ونطلع بيها على التلاجة ربع ساعة الشوكولاتة تمسك نفسها شوية، وناكلها بقى على طول. يلا بينا. نسمي الله وندوق. بسم الله. حدوتة وتستاهل التجربة.